وقفنا امبارح عند السيدة أمينة وهي راجعة بابنها لمكة تاني. لو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي اللينك بتاعهم في أول كومنت، شوفهم وتعالى عشان تكمل معانا في القصة. ويلا بينا. في الطريق بين البلدين هبت عاصفة قوية رياحها محرقة، حرك الرمل كأنها شرارة ملتهبة. الرحلة لحد ما العاصفة تهدى، وبعد ما العاصفة هديت حست السيدة أمينة بضعف عنف جسمها كله. سيدنا محمد في أول الأمر ما خافش وفكر ان لما العاصفة تمشي امه هتكون كويسة عادي، لكن آمنة حست ان هو الاجل المحتوم وحضنت ابنها وانهارت الدموع من عينيها. يخفف ابنها دمعها بايديه اللطيفة. فجأة ايديها نزلت وحس ان لمعت عينيها على وشك الانطفاء، وان صوتها بيهدى شوية بشوية لحد ما همست في اذنه وقالت: كل حي ميت وكل جديد بالي وكل كبير يفنى وانا ميتة وذكري باق، فقد تركت خيرا وولدت طهرا. ما تتكلمش تاني بعدها ويسيطر الصمت على الموقف لحد ما قطعه صوت طفل بينادي على امه مش بترد، عشان يبص لام ايمن ويسالها عن سر الحياه اللي انطفأت والجسم اللي برد. حضنته وقالت له: انه الموت يا بني. وراح سيدنا محمد لامه يبص لها وهو عاجز الحيله مش عارف يعمل لها ايه، لحد ما بركه بدات تلف الجسم وتشيله قرب قريه الابواء عشان تدفنها. واول ما بداوا يحطوا عليها التراب اندفع سيدنا محمد ناحيته، مسك فيها يا اما هي تفضل معاه يا اما هو يروح معاها. وعلى صوت بكاء القوم من شفقه وتاثر فضل سيدنا محمد على الوضع ده قرابه ساعه لحد ما فصلوه عنها ودفنوها. رجع لمكه يتيم بعد ما ضاق الحزن المر وشاف مشهد الموت في اعز ما ليه. تتذكر مكه عودته دي بعد ما يخرج منها بعد اقل من نص قرن تحت جناح الظلام، مهاجر بدينه الجديد ليثرب هو وصديقه فقط. قريش تلح في طلبه وتتتبع اثره. تتذكر مكة تاني عودة الصبي اليتيم يوم ما رجع ليها من دار هجرته عام الفتح، يدخلها منتصر عشان يحطم الاصنام اللي شوهت الحرم ويهتف من فوقه الله اكبر. ياخد سيدنا محمد بعد كده جده عبد المطلب اللي هيعيش معاه 2 بس عشان يعامله معاملة حسنة ويقربوا ليه اكتر ما كان بيقرب من ولاده. ويحكى ان عبد المطلب كان ليه فراش في الكعبه محدش كان بيقعد عليه تكرما ليه، وكان ابنائه بيجلسوا حوالين الفراش. سيدنا محمد وهو طفل كان بيجي يقعد عليه، ولما اعمامه بيقولوا له ان هو يقول لهم عبد المطلب: دعوا ابني انه ليؤنس ملكا، يجيبه ويمسح على ظهره. بعد ما يموت جده بعد 2 يكفله عمه ابو طالب، حبه اكتر من اولاده هو وزوجته فاطمه بنت اسد. عشان تخلص هنا النساء اللي كانت في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل، عشان نروح لقسم جديد من قصصنا وهو سيدات بيت النبوه.